بتبدأ القصة في البحر في سنة 1897. مركب بتقرب من الشط. واضح ان حاجة فظيعة حصلت على المركب ومفيش حد باين انه عاش من الرحلة دي. الكابتن مربوط بالدفة وميت والفيران بدأت تاكل في الجثث. لكن لما بيوصلوا للشط مش هما بس اللي بينزلوا من المركب. آثار الأقدام في الرملة بتدل على حيوان أكبر بكتير. العلامات جنب المركب شكلها زي مخالب حيوان، لكن بتتحول بالتدريج لشكل رجل بني آدم. بنشوف إن المسافر الغامض وصل لندن. بعد كده بنتنقل لسنة 2000. ماثيو فان هيلينج راجل غني من لندن ومالك متحف كارافاكس اللي بيحتفظ فيه بمجموعة غريبة من الآثار. سيمون متدرب عنده، لكن مش دايما بيوافق على أفكار ماثيو. سيمون شاب بيفكر في إعادة بيع الآثار دي علشان يكسب منها، لكن ماثيو مهتم أكتر بحماية الآثار. وهو بيفحص قطعة أثرية جديدة بيلاحظ إنها مناسبة لإطلاق سهام معدنية ممكن تكون مصنوعة من فضة، مكتوب عليها إن الكل بيخاف من اللي بيمشي تحت هالة الليل الأبدي. ده بيخلي سيمون يضحك، افتكر الأساطير اللي بتدور حوالين عيلة فان هيلينج. جد ماثيو كان دكتور بيجمع التحف القديمة، لكن في الآخر كان هو الملهم لشخصية في كتاب دراكولا، واكتسب سمعة إنه صياد مصاصين دماء. سيمون بيسيب المكتب وبيقابل سكرتيرة ماثيو سيلينا، اللي بترفض تماما إنه يقرب منها. بتقوله إنها مش بتخرج مع زمايلها في الشغل، مع إنها بتعترف إن القاعدة دي جديدة شوية. هي خرجت مع سيمون الشهر اللي فات، لكن دلوقتي مش عايزة حاجة منه. آخر اليوم حارس بيدخل المنطقة الممنوعة في المتحف بحجة إنه بيرد على تليفون. بيغلب الحراس وبيسمح بدخول الشركاء بتوعه. الحارس المزيف اسمه تريك، هو المسؤول عن الجزء التكنولوجي، بيهكر الباسوردات وبيعطل نظام الأمن. قائد العصابة اسمه ماركوس، هو اللي بيدير العملية كلها، بيعرف يتخطى حتى التعرف على الصوت ومسح العين. ولما الخزنة بتتفتح شكلها من جوه زي مقبرة. العصابة بتدخل باللمبات وبيبقوا مستغربين شوية. المكان مليان أثاث قديم، ثريات وكتب وكمان شوية صلبان. وفي نفس الوقت سيلينا ماشية جنب مدخل المنطقة الممنوعة، بتشوف الكاونتر المهجور وباب الخزنة مفتوح. بعد تفكير للحظة بتقرر تدخل المقبرة. وهي ماشية بحذر بتتفاجئ لما بتلمس جمجمة بالغلط. بتلاحظ ان في جماجم تانية مرصوصة على الحيطة، والغريب ان في ضرسين حادين في كل جمجمة. بتتفاجئ تاني لما ماركوس بيظهر فجأة، لكن بعد كده بنعرف انهم مش بس عارفين بعض لكن كمان مرتبطين. هي اللي خططت للسرقة مع انها مش عارفة محتويات الخزنة، لكن من مستوى التأمين العالي جدا كانت متوقعة ان اصحابها هيلاقوا تحف فنية غالية جدا او حتى الماظ. ماركوس بيبقى متضايق من سيلينا، بيقول انهم لحد دلوقتي ما شافوش غير بس شوية زبالة، وان الخزنة شكلها زي سوق الجمعة. غرايب المليونير مش بتقف هنا وبس. فوق في الدور العلوي فان هيلينج مشغول بإجراء طبي غريب شوية، بيسحب دم من دودة العلقة مصاصة الدماء وبيحقنه في نفسه. عينيه بيتغير لونها وبيخش في حالة شبه غيبوبة. وتحت في الدور الأرضي العصابة بتبقى متوترة أكتر من المكان اللي حواليهم. واحد منهم اسمه شيد بيفكر في انهم يسيبوا السرقة ويجروا، لكن ماركوس وسيلينا مش عايزين يسمعوا الكلام ده. لما بيوصلوا للصالة الرئيسية تريك بيقول انهم فحصوا كل حاجة، ولو في كنز فعلا هيبقى موجود هنا. المدخل قدامه صليب كبير مربوط بسلاسل وقفال، بيعرفوا يشيلوه بسهولة، لكن لما بيفتحوا الباب مش بيلاقوا غير تابوت. العصابة بتبدأ تتوتر وبتسيب سيلينا لحد ما ماركوس بيقاطعهم وبيقول ان الجهاز الغريب ده موجود علشان يخوف اي حرامي جبان. ده بيخلي التأمين اقوى. ماركوس مقتنع ان في كنز جوه التابوت، وبيقول انه مش هيديلهم اي فلوس لو ما اشتغلوش معاه. الحافز بيبقى كفاية وبيبدأوا الشغل. لما التابوت بيتحرك على الارض بتنطلق اسهم ضخمة من السقف. 2 من العصابة بيدفعوا تمن جشعهم بحياتهم، والباقي بيبص في صدمة. الفخ كمان بيفجر انذار المتحف. فان هيلينج بيسمع الصوت وبيقول انه مش ممكن، وبعدين بيدوس على زرار مخفي بيفتح لوحة مليانة ادوات دفاع. في نفس الوقت العصابة بتبقى في حالة يأس بسبب الانذار. الطريقة الوحيدة للهروب من المقبرة هي تفجير حيطة، وفي وسط كل ده مفيش حد بيشوف اي ظاهرة غريبة. غطا التابوت كان متلطخ بدم اصحابهم، لكن دلوقتي بقى نضيف تاني، كأن اللي جوه بيشفط الدم. في اللحظة دي شيد وتريك عايزين بس ينجوا بحياتهم، لكن ماركوس مصر على انه ياخد التابوت. سيلينا بتهددهم انها هتضربهم لو ما تعاونوش. ولما فان هيلينج بيوصل للمقبرة العصابة بتكون هربت من زمان ومفيش اي اثر للتابوت. وتاني يوم الصبح في كرنفال في شوارع نيو اورلانز بنت اسمها ماري هيلر بتصحى من كابوس مرعب تاني. هي عايشة مع صاحبتها لوسي اللي بتحاول تساعدها تتخلص من المشكلة دي. البنتين بيقرروا يتمشوا ويستمتعوا بالحفلة. وفي لندن سيمون بيوصل لمتحف كارافاكس. لما بيعرف عن السرقة اللي حصلت بالليل بيقترح انه يتصل بالبوليس، لكن فان هيلينج بيرفض.
بعض القطع في مجموعته الشخصية اتجابت بطريقة غير تقليدية، علشان كده هو مش عاوز يورط السلطات ويفضل يحل المشكلة بنفسه. المتحف هيبقى تحت مسؤولية سيمون لحد ما يرجع، وفي نفس الوقت العصابة بتطير فوق المحيط. مفيش حد قدر يفتح التابوت لحد دلوقتي، والمجموعة بدأ يجيلها إحباط. شيد لوحده لما بيجرح صباعه بالغلط وهو قاعد على الأرض وبيشتم، دخان رفيع بيبدأ يطلع من شقوق التابوت. بيبقى متوتر لما بيفهم اللي بيحصل، وبيشوف الدخان بيعدي تحت الصليب. لما بيلمس الصليب بيلاحظ انه متحرك. اخيرا لما بيعرف يفتح الغطا بيبقى قرفان جدا من ان في حد جوه التابوت. الراجل ده كان خطير جدا وهو عايش، وده باين من الاحتياطات اللي معمولة حواليه ودراعاته متأيدة وخوذة حديد على راسه. الرعب بيتحول لفضول لما شيد بيشوف دود العوالق بيقرب اكتر علشان يفحصه. بعدين بيحاول يشيله. العلقة بتنط على طول على عينه وبتثبت على جفنه، وهو في حالة ذعر بيبدأ يشد بكل قوته لحد ما بيشيل الدودة وبيضربها برجله. وبرضه من غير ما يتعلم من غلطته بيقرب أكتر من الميت لحد ما بقى قريب جدا من ودنه. بعدين بيلاحظ صليب مرصع بالياقوت وبيغلط لما بيحاول يشيله. ده بيحرر المسافر من نومه الطويل. أول حاجة بيعملها إنه بيشد دراعه حوالين رقبة شيد. تريك بيسمع صريخ زميله وبيروح يشوفه. بيلاقي التابوت مقفول ومفيش حد حواليه، لكن في علامات على ان في خناقه حصلت هنا، وباب ورا مفتوح. تريك بيروح هناك بينادي على شيد من غير ما ياخد رد. الخوذه الحديديه بتضرب راسه وهو بيبص من الباب. صوت بيخضه، وبعدين بيلاحظ السلاسل مفتوحه، حاجه شكلها اتحررت من قيودها. وبحذر بيرفع الغطا وبيبدا يصرخ لما بيشوف شيد نايم في التابوت. تريك بيقع على ظهره ومصاص دماء مقلوب هو اخر حاجه بيشوفها في حياته. في نفس الوقت ماركوس بيقول ان الصوت ده مجرد مطبات هوائيه. تريك بيتحدف من الباب. الشخص اللي وراه شبه جثة متحللة، لكن بعدين ملامحه بتتغير تماما في ثواني. الشخص اللي واقف قدامهم دلوقتي شاب قوي جدا، نظرة عينيه الثابتة ودراعاته الممدودة كفاية علشان يخدر سيلينا. بتبعد عن صاحبها كأنه مش موجود وبتقع في حضن العذاب. مصاص الدماء ما بيضيعش وقت وبيغرز أنيابه في رقبتها. ماركوس مش مصدق اللي بيحصل، بيحاول يهزم مصاص الدماء لكن الرصاص مش بيعمل حاجة. بعدين طلقة بتضرب الطيارة. الطيار كمان بيخاف لما بيشوف العاصفة المرعبة قدامه. مصاص الدماء مش مبسوط بسيلينا وبيحول انتباهه لماركوس كمان. في نفس الوقت حاجة غريبة بتحصل لماري هيلر لوحدها في أوضتها. فجأة بتلاقي نفسها جوه الطيارة قصاد مصاص الدماء على طول. هو كأنه بيعرفها وبيقول اسمها كمان. قبل ما يوصل لها لوسي بتدخل الأوضة وبتكسر السحر. ماري بتبقى مضطربة من الحادثة وبتقرر تروح الكنيسة اللي كانت أمها بتروحها، وبتتكلم مع الأب ديفيد عن ماضيها. هي مش فاكرة أبوها لكنها متأكدة إنه كان رجل خطير. هي بتعتقد إن أمها كانت مخبية سر، والسر ده أكيد اتنقل ليها. ديفيد بيقول إنه ما يعرفش حاجة، لكن تعبير وشه بيقول العكس. بعد كام ساعة فان هيلينج بيوصل نيو أورليانز. في المطار بيشوف خبر عن تحطم الطيارة في ظروف غامضة، وفورا بيفهم اللي حصل. الضحايا اتنقلوا لبلد صغيرة اسمها كلارك مش بعيدة عن هناك. فان هيلينج بيقرر يروح هناك من غير ما يعرف ان سيمون وراه. وفي موقع الحادثة المراسلة فاليري شارب بتحاول تصور تقرير قبل ما الليل يدخل. المصور بيبقى متوتر لما بيشوف البنت بتشد جسمها فجأة. بعدين بتبدأ نقط دم أحمر تطلع من رقبتها، بس لما بيبعد الكاميرا مصاص الدماء بيظهر. فاليري بتجري على العربية الفان وهي مرعوبة، ومن الشاشات بتشوف زميلها بيتعرض لهجوم من قوة غير مرئية. بعدين مصاص الدماء بيفتح الباب. فاليري مرعوبة لكن مش بتقاوم دراعه الممدودة. لما الليل بيجي فان هيلينج بيوصل لمكان ضحايا تحطم الطيارة. مش باين انه مستغرب قوي لما بيلاقي بعض الشنط فاضية. اللي بيخضه هو وصول سيمون، بيحاول يحذره من اللي هيشوفه لكن ده ما بيساعدش كتير. لما فال هيلينج بيفتح واحدة من الشنط بيلاقي سيلينا وبيتحرك علشان يهجم عليها. سيمون بيحاول يوقفه. في اللحظة دي البنت بترجع للحياة تاني وبتبعد عنه بقفزة مستحيلة. شيد بيبان بعد كده، وسيمون المرة دي ما بيمنعش رئيسه من شغله. فان هيلينج بيشرح بسرعة ان الناس دي اموات احياء. سيمون بيسمع في ذهول التعليمات عن ازاي يتصرف. اللي بعد كده هيرجع للحياة هو ماركوس. بيضحك على سيمون وهو شايل صليب، لكن بسرعة بيفهم غلطه. الصليب هو وتد قابل للطي. واحد ورا التاني كل العصابة الميتة بتحاول تهاجم الاتنين. هما بيحموا نفسهم برصاص فضي واوتاد حادة. سيمون بيحاول يخلص على سيلينا. لما بيسمعوا صوت صفارات البوليس بيلاقوها متثبتة على الحيطة. فان هيلينج بيشرح الحقيقة. دراكولا عمره ما كان شخصية خيالية. لما جاء لندن من أكتر من قرن فان هيلينج حلف إنه يهزمه، لكن على عكس أولاده هو عمره ما بيموت. البديل الوحيد كان إنه يمسكه ويسجنه في المقبرة. علشان كده
فان هيلينج عمل فخ، خدع دراكولا وسجنه، وبمساعدة رجالة تانية طعنوا قلبه من 4 اتجاهات. بعد كده حبسه في العربية علشان يكسب وقت لحد ما يلاقي حل نهائي. فان هيلينج اكتشف انه لو شرب دم دراكولا من خلال العلقة ممكن يعيش حياة طويلة من غير ما يبقى مصاص دماء. طبعا سيمون مصدوم من كل ده، شاكك ان رئيسه ما قالش كل حاجة. بيسأله ازاي عرف ان دراكولا هيجي المدينة دي. فان هيلينج بيبوح بالسر الأخير، وبنته ماري البنت اللي لسه بتعاني من كوابيس ورؤى وهي بتدور على الراحة في الكنيسة. سيلينا بتعمل عرض للثبات في قسم البوليس. الضابط والدكتور مبهورين بيها لدرجة انهم مش واخدين بالهم من حد وراهم. التحقيق بيخلص بحفلة للعيلتين مصاصين الدماء. سيمون وفان هيلينج بيحاولوا يلاقوا ماري، لكن المدينة في حالة فوضى. دراكولا بيلاقي لوسي في المحل اللي البنات بتشتغل فيه، بيسأل عن ماري وهي بتقول انهم عايشين مع بعض. لما بترجع البيت لوسي بتعزمه من غير تفكير، بتفسر ان البيت ده كان لأم ماري وانهم اضطروا يغيروا ديكور كل حاجة علشان يتخلصوا من الجو الديني. الضيف بيوافق على قرار البنت. لما لوسي بتسأله عايز قهوة، هو قال لها بغموض هو عاوز يشرب ايه. لما الاتنين بيستمتعوا، ماري بتحس ان في حاجة غلط في صاحبتها، بتحاول تلاقيها في المحل، لكن في الاخر بتلاقي بس سيمون. هو بيقول انه صديق ابوها، لكن ده مش بيساعد كتير. هما ما كلموش بعض من 12 سنة وماري مش واثقة فيه اصلا. سيمون بيحاول يشرح الموقف. لما واحد بيقرب منه وبيطلب فلوس، هو بيحاول يبعد الشحات، لكن بس لما بيتعرض للهجوم بيفهم انه ماركوس عاوز ينتقم. المرة دي سيمون اتعلم ازاي يتصرف، وبيخلص المعركة لما راس مصاص الدماء بتبقى على بعد متر من جسمه. في نفس الوقت فان هيلينج في بيت مراته السابقة بيدور على بنته. اللي مستنيه هو عدوه دراكولا. بيقول ان ماري ملكه، هي ورثة الدم اللي فان هيلينج سرقه علشان يعيش، ده اللي بيخليها مميزة. بعد شوية البنت بترجع البيت وبتلاقي مكالمة من لوسي بصوت غريب، بتقول انها مع ابو ماري، وبعدين بتقفل. ماري بتبقى قلقانة وبتروح لأوضة صاحبتها، لكن اللي بتلاقيه هو فان هيلينج. هو اتغلب بشكل نهائي. لوسي بتوصل بعد شوية مصاص الدماء ومعاها فاليري وسيلينا. التلاتة بيبدأوا يعذبوا ماري لحد ما دراكولا نفسه بيظهر، بيطاردها وهو بين شكل الإنسان وشكل الذئب. سيمون بيوصل لما ماري بتعدي باب الشارع، بيضرب الذئب برصاصة فضة، لكن الكائن بيتحول لمئات الخفافيش. بيسأل ماري عن فان هيلينج والبنت مش بترد وبتفضل ساكتة. هما بيقرروا يقضوا باقي الليل في الكنيسة. دلوقتي ماري عرفت أصلها ومش قادرة تقبل مصيرها، هي جزء من الوحش من يوم ما اتولدت. سيمون بيقول إنه مديون لأبوها وهيحميه بأي تمن، وعلشان تدافع عن نفسها بيديها الصليب اللي بيتقلب لوتد. بعدين الاتنين بدأوا يدرسوا مصاص الدماء، بيحاولوا يلاقوا أي علاقة بين العناصر اللي ممكن توقفه. البحث بيقف فجأة لما موضوع البحث نفسه بيظهر. دراكولا مش خايف من الكنيسة ولا الإنجيل. سيمون بيقول لماري تجري وبيحاول يواجهه لوحده. بعد شوية مصاص الدماء بيختفي من المكتبة وبيجري ورا البنت في المقابر. المطاردة غير عادلة لأنه بيقدر يحس بوجودها. سيمون بيوصل متأخر والاتنين بيختفوا. هو بيحاول يدور على ماري في المدينة، لكن بيتقضي عليه من 3 ستات مصاصين دماء بيعملوا كل حاجة علشان يلخبطوه، وفي الآخر بيقدر يحرر نفسه من فاليري، لكن بيتضرب بعد كده. دراكولا مع ماري على السطح، من هناك بيشوفوا الحفلة وبعضة واحدة بينقلها للماضي علشان تتعلم سره الأعظم. اسمه الحقيقي هو يهوذا، وحياته الأبدية هي عقاب على قبلة الخيانة في العشاء الأخير. روحه اتباعت بفضة، وده هو الرابط بين الفضة والرموز المسيحية. بعد ما حاول يصلح غلطته في الخيانة ندم بشدة، وبدل ما يطلب المغفرة حاول ينهي كل حاجة باستخدام حبل على شجرة. كعقاب اتحكم عليه انه ما يموتش ابدا ويمشي زي دودة العلقة. ماري بتتأثر بوحدته والاتنين بيبوسوا بعض. بعد كده بياخدها عند اصحابها هما مع سيمون، ودراكولا عايز ماري تشرب من سيمون، وصاحبها مصدوم انها بتوافق. الكل بيحاول يمنع البصة، لكن دراكولا بيفهم انها بتخلص بسرعة. ماري بتفسر ان سيمون صياد مصاصين دماء، حتى لو اتحول عمره ما هيسيبهم في سلام. هي بتقول انها عايزة راسه، وبفخر دراكولا بيسمح لها تاخد الشرف. قبل الضربة القاتلة لوسي بتلاحظ ان رقبة سيمون سليمة وما تعضتش. ماري بتغير اتجاهها في اخر لحظة، وراس صاحبتها السابقة هي اللي بتطير في الهواء. سيمون بيقدر يحرر نفسه وبيحارب سيلينا لحد ما بيقتلها. ماري بتواجه دراكولا، بيقول لها ان مجهودها عبثي لانه مش ممكن يموت ابدا، لان محدش عايزه في العالم التاني. مهما عملت هو دايما هيرجع للعالم ده. ماري مصرة على انها تختبر النظرية بتاعته، بتنط من السطح معاه وسابته مربوط في حبل. وقعتها ملهاش تأثير بسبب طبيعتها شبه البشرية. دراكولا بيقول انه بيحررها وهي بترجع بنت عادية. الشمس بعد كده بتطلع ومصاص الدماء بيتاكل بالنار. ماري بتاخد اسم ابوها وبتتحمل المسؤولية
في إنها تراقب الرماد بتاع دراكولا طول ما هي عايشة. ودي نهاية الفيلم، وشكرا للمشاهدة.